السلام عليكم أيها الشباب. الأمل في حياة الشباب. الشاب يعيش آمالا عريضة ويخطط لحياته من أجل أن يصل إلى الغاية التي يريد أن ينجزها، وفي هذا الطريق يواجه صعوبات، وهذه الصعوبات ينبغي أن لا تحطم آمال الشباب. لأستصلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابر. والصبر أهم سلاح يجب أن يتحلى به الشاب في مواجهة صعوبة الحياة. الشباب يواجهون أنظمة دكتاتورية قمعية تفقدهم الأمن والاستقرار في أوطانهم، فشباب في إريتريا لا يجدون عملا ولا يجدون مجالا لتطوير أنفسهم، وهذه صعوبات تحيط بهم. لذا كل ما يتمناه الشاب الإريتري أن يغادر الوطن، وأصبح الوطن بالنسبة له طريدا، ويدفع الآلاف من الدراهم والدنانير. وربما كان أبوه في حاجة إلى هذه المبالغ، وربما كانت أمه في حاجة إلى هذه المبالغ، فالأسرة تعاني الويلات وضيق المعيشة وضنك الحياة، ولكن الأب لا يهدأ له بال ما دام ابنه موجودا معه، فيبحث طرق شتى من أجل إخراجه خارج الوطن. الشاب الإريتري يخرج من وطنه إلى السودان، إلى دول مجاورة، ويهدف من كل ذلك الوصول إلى أوروبا، إلى أمريكا، من أجل حياة يراها أنسب. هنا يركب البحار ويواجه الغرق، وكل هذه تؤثر في حياته وفي نفسياته، وربما تحطمت الآمال. ولكن لا ينبغي للشاب تسلم للصعوبات وتنهار آماله. الشاب يجب أن يكون في كل أحواله طموحا مقداما، يستصل الصعاب من أجل أن يصل إلى غايته. ولكن هجرته هذه ينبغي أن ينوي بها الطاعة لله سبحانه وتعالى وليس المعصية، وهنا يؤجر على هذه الهجرة. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم. إذن النية هي المعقل، وإذا كانت نيتك خالصة لله فإن الله يعينك على التغلب في كل الصعوبات. وبهذا يجب أن تكون الآمال أمامك عريضة وطموحاتك ثابتة، وينبغي أن لا تتزعزع ولا تنهار. قد تفشل في خطوة أولى من التجارة، ولكن الفشل ليس هو الفشل. الفشل إذا نظر إليه الإنسان نظرة تحليلية فهو أول خطوة إلى النجاح.